كتير، محتاج إخلاص، بس إخلاص وبس. وكلهم صحيين هناك. أنا بحب عارفين أخش بقى أنو جامع أصلي فيه بقى، المسجد كله. عندك مثلا علي ابن أبي طالب، وعندك عثمان بن عفان، ده الوحيد اللي هو ذو النورين، معرفش أخش باب غيره. حتى لما خدت المسكن خدته، يعني لما خدت الفندق كان قدامه. لو دخلت عند علي أحي، ما اقدرش عند علي، ما اقدرش اقعد. ما اعرفش بقى عشان التانيين بيبقوا قاعدين هناك، ما اعرفش. لو دخلت الباب بتاع علي بن ابي طالب، ما لا، لازم لو الدنيا زحمه بقى وخلاص، يعني لازم اروح الجنب اللي هناك، ابقى قاعده زعلانه زعلانه كاني فقدت حاجه. لازم ارجع، لازم ارجع. وحتى لما كانوا بياخدونا في الباص الكبير الاحمر ده عشان نتفرج على الحاجات في المسجد بتاع ابو بكر الصديق، سيدنا ابو بكر الصديق، وفي مسجد علي بن ابي طالب، برضو ما اقدرش اخشه. ما اعرفش ليه، ما اعرفش. هو عثمان بن عفان ذو النورين، لان هو اتجوز اتنين من ايه، ربنا قال له ذو النورين، يعني المسجد النبوي. اخواتنا بقى في الخليج كانوا بيعملوا غلطة كبيرة. ايه هي؟ كانت تروح المدينة الاول وتختم في مكة. لا، انا اروح مكة الاول واختم في المدينة. اروح اشيل كل حاجة بقى، الذنوب وكل شيء بقى، انا رايحة بتشيلي كل حاجة بقى، تبتدي من اول وجديد. كان مرة واحد مسيحي سألني سؤال، قال لي معلش، ازاي الواحد يبقى زاني وعامل ومخلي ويروح يستغفر يتمحله كل ده؟ قلت له اه. قال لي ونفس الاله اللي بيقول من قتل يقتل. قلت له اه. قال لي ازاي؟ قلت له عشان هو رحمن رحيم. مش انتوا بتقولوا ان مفيش جنة وان انتوا هتاخدوها في الدنيا؟ هو بقى بيحب الانسان قوي، وعارف ان في حاجات كتير، القرين والنفس والشيطان والشيطان اللي قدامه، كل ده مسلط على الانسان. هو عايز بس كل ما الانسان يتعب يقول له يا رب، عايز يحس بالوجودية. انا موجود، انا سامعكم، انا شايفكم، انا عارف ان انتوا تعبانين، انا عارف ان الحمل تقيل عليكم، بس انا عايزه يعني يشوف المخلوقات الاخرى قد ايه انتوا الدنيا جايه عليكم، وقد ايه في حاجات كتير في الدنيا، ومع ذلك برضو بترجعوا. يقتل ويقول له سامحني يا رب، يزني ويقول له سامحني، يعني عارف ان في الله. لكن الملائكه والجن مفيش حد مسلط عليهم، مفيش قرين، مفيش نفس، مفيش شيطان متسلط عليهم. فعبادة الملائكة عبادة كاملة، لأن مفيش حد. أنا دلوقتي لو معليش، لو مفيش قرين عليكي ولا في نفس ولا في أي حاجة، هتقومي وتعملي كل حاجة. لكن انتي تقولي أنا متربطة، مش قادرة أتحرك، مش قادرة أقوم، عايزة أصلي لك بس مش قادرة، في حاجة ربطاني، في حاجة مسكاني. انتي عايزة وروحك عايزة، بس في حاجة بعتاكي بتبعدك، في حاجة تخنقك، في حاجة تمسكك. كل ده هم حواليكي ويصعبوا المهام. لكن الإنسان لا. عشان كده احنا بيحبنا، سخر لنا كل شيء. الإنسان مسخر له كل شيء، بس احنا عشان جاهلين وما قرأناش كويس الكتب اللي هو أنزلها،
فتوهونا. لكن هو ادانا كل شيء، ادى للإنسان كل شيء، اداله يقدر يعمل كل حاجة، اداله ذكاء، اداله كل شيء، اداله يسخر الجن، واداله يقدر برضه يمشي مع الملائكة، اداله كل شيء، وعرفه كل شيء، عرفه ان اولاده ممكن يكونوا اعداء. مفيش حاجة ما عرفهاش للإنسان، كل حاجة عرفها لنا. هما صعبوا علينا القرآن، رغم ان القرآن هو الكتاب الوحيد اللي فيه يسر، هو الكتاب الوحيد. اخطأ وارجع، اخطأ وارجع، يبقى ازاي مش رحمن؟ لو سمعتوا سورة الرحمن، عشان كده كلكم بتحبوها، لأنه كلها عتاب، كلها عتاب. عايزين تصدقوا ازاي؟ بيقول لكم فيها علم القرآن، أول كلمة علم القرآن الأول، يعني التعليم الأول. خلق الإنسان، علمه البيان. البيان ده اللي احنا كنا بناخده في المدرسة، المهندسين بيعملوا عليه الحاجة، البيان، كل حاجة مبينة. هو لازم ترسمي السيركل، وبعد ما ترسمي السيركل ترسمي ايه عشان يديكي شكل في الآخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ده انا لو شغلت لكم بس آية فبأي آلاء ربكما تكذبان كلكم هتتأثروا. آية بس اللي هي فبأي آلاء ربكما تكذبان. تعالوا كده شغلها لكم قبل ما ننزل خلاص، عشان هم طلعوا على سورة الحديد. او انا وانا رايحة الامتحان او بالليل او الصبح اشغله على سورة الحديد واسيبه. والله اللي هتعمل كده امها ده عيالها وهتيجي تقولي لي، والبنات جربتها. طب لو عيالك صغيرين تشغلي في البيت وتخليهم يروحوا، وشغليها على طول، لان سورة الحديد بتنمي الذاكرة، بتخلي الانسان يبقى فاكر، بتخلي الانسان عنده تركيز، تخلي الانسان تشوفي الحاجة تركزي فيها. لان الانسان لما بينسى الدراسة يبقى غصب عنه، الشياطين عايزة تنسي الانسان، لكن المفروض دي ذاكرة حديد، ربنا عاملها حديد، دي خش المعلومة تفضل ثابتة. فلو مش ثابتة يبقى في حد دخل شال المعلومة. اللهم بلغت. ناخد البنت اللي نزلت صندوقين المحترمة اللي سمعت الكلام. انا عارفة ان في ناس بتبص عليا دلوقتي من بعيد لبعيد، اللي هم مفكرين ان انا نفس القار بتاعهم. لا، قاري مش قارك. انا لما الجن بتاعك يتعبك وانت بتقرأي التاروت تيجي هنا اخليه يشفى عندي. قاري مش قارك. انا لما الجن اللي انت مصاحباه مسيحي مسلم يهودي، انا اعرف اخليه يمشي تحت ايدك، مش يمشيكي فوق راسك. فما تحطيش نفسي معاكي في مقارنه. اذا كنتي بتاعت تاروت، اذا كنتي بتاعت ابراج، اذا كنتي بتاعت اي شيء، ما تحطيش مقارنه معايا. انا برضو لو هو مضايقك قوي ممكن نشيلهولك خالص. فشوفي انت حابه ايه. وادام انا قلت كده يبقى في واحده بتتفرج عليا من بعيد وقاعده دلوقتي مسلطنه نفسها والغل واكلها.